السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وحشتوني جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يعني الرحيل أحمد عبدين نجمه الشاب إلى وادي دجلة. أحمد عبدين رسميا إلى وادي دجلة، ورسميا خلاص جرادي شار إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة موسم واحد. خلاص جرادي شار نجم نادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة الموسم واحد. وعموته مدرب الاهلي يتمسك بعمر الساعي نجم الاهلي سابقا، يتمسك بعموته ويرفض اعارته مره اخرى للنادي المصري، او يرفض النادي المصري تفعيل بند شراء عمر الساعي، وعموته عمر الساعي تحت انظار اعيناه لبقائه في الاهلي الموسم الجديد او في شهر يناير القادم، بس يكتسب خبرات مع النادي المصري ويعود الى النادي الاهلي. وعموته يتمسك ببقاء عمر الساعي ويرفض تفعيل بنده مع المصري البورسعيدي. رسميا كمان الاهلي يرفض رحيل محمد شريف. محمد شريف المهاجم الرابع في الاهلي، محمد شريف نجم كبير، مهاجم كبير، مهاجم مرعب، مهاجم هداف في الزمالك بالذات، يرفض رحيله الى اي نادي في مصر. بس عموته خلى محمد شريف الرابع، ايوه، ما منصب بقرار اولا، منصب بقرار ثانيا، سفيان بن جديده اولا، وثم اقطاع عبد الله، ومن ثم محمد شريف، ترتيب بن جديده و بقرار، وبعدين اقطاع عبد الله نجم الشاب الممتاز المهاجم اللي شفناه كلنا مع عندي كسر الدنيا ودغدغ الدنيا مع عندي، بيحط بالراسيات، بيحط من بره ال 18، بيحط من منطقه السيارد، وبيعمل حلويات يعني في الهجوم، الكوره بتفلت من تحت رجله الا لما يجيب جوان. وكمان الاهلي يتعاقد مع النجم صفي منصف بكران لمده 3 مواسم. الاهلي يتعاقد مع منصف بكران لمده 3 مواسم، رسميا اعلن عن الصفقه. يبقى الاهلي حط محمد شريف الرابع، ومحمد شريف متمسك بالبقاء بالاهلي، والاهلي يرفض رحيل محمد شريف وهو المهاجم الرابع. خلاص يعني محمد شريف المهاجم الرابع بعد بن جديده وبكرار والطاي ومن ثم محمد شريف. الزمالك ازمه في الزمالك. خلاص الزمالك بزيرة وكيله ما حصلش على المستحقات، بزيرة بيتمرد على الزمالك، ما رضيش يوصل القاهره. الزمالك رسميا ارسل تذاكر اللعيبه الاجانب لياتوا الى القاهره، واللعيبه الاجانب رافضه تيجي القاهره، بس الزمالك بيحاول معهم ود دلوقتي عشان ما يدخلش في ازمه جديده. كفايه الازمات اللي عند الزمالك، فالزمالك بيحل الامر ودي دلوقتي مع اللعيبه كافة ليجي القاهرة يعني، ويبدو فترة الإعداد إن الدوريات كلها اللي في العالم النادي الوحيد اللي ما بدأش فترة إعداد هو نادي الزمالك المصري. نادي الزمالك المصري لحد دلوقتي ما عملش فترة إعداد. الزمالك الوحيد في مصر ما اشتراش ولا صفقة. الجونة أعلنت عن 10 صفقات والزمالك ما أعلنش على أي صفقة لحد هذا اللحظة. والزمالك داخل دوري أبطال أفريقيا مع مين؟ مع بيراميدز وصن داون والترجي ومولد الجزائر واورلاندو بايرتس ومع الفرق المرعبه كلها. فالزمالك لحد دلوقتي في ازمه بسبب اخوان بزيره. اخوان الفينا بزيره ما رضيش يجي القاهره. اخوان الفينا بزيره بيحب الزمالك بس وكيله عاوز فلوسه، وازمه الفلوس، وبزيره مش راضي يدي وكيل مستحقات، وبزيره ما رضيتش مستحقات من الزمالك. الزمالك بيحل الازمه كلها دي للعيبه تيجي القاهره. معتمد جمال حدد بكره او بعد بكره فتره الاعداد، اجلها الزمالك من بكره بعد بكره، يعني يوم السبت اول 8 فتره اعداد الزمالك الموسم الجديد، ان الدوري 20/8 او 21/8 كما حدد احمد دياب رئيس رابطه الانديه بالتزكيه، حدد الدوري المصري 20 او 21. طب هل الزمالك يعمل فتره الاعداد بعد بكره يوم 1/8 ولا ياجل تاني؟ او اذا اجل الزمالك فتره الاعداد تاني يبقى ازمه طاحنه في الزمالك غير ازمه الفلوس. فالزمالك لحد دلوقتي بيحل مع اللعيبه ودي يجي القاهره. محمد شحاته بيتدرب في الزمالك فردا وحده، بيتدرب دون اعداد ولا دون معد ولا دون بتاع بدني ولا عمل كشف طبي. الزمالك لحد دلوقتي ما عملش للعيبه كشف طبي ولا ما حددش موعد الكشف الطبي، حدده غدا. هنشوف غدا هيحصل ايه في الزمالك. الزمالك ازمه طاحنه في الفلوس، في المدربين، في المساعدين، في المديرين الفنيين، في كله. معتمد جمال استمر مدير فني الزمالك. معتمد جمال مدرب كبير كلنا عارفين، شفناه بطل الدوري في موسم صعب جدا، في موسم كان كل الزمالك ابرز المتفائلين واحسن المتفائلين ان الزمالك ما كانش يتوقع ان الزمالك يحصل على المركز اول
خالص ولا حد ثالث. والمتشائمين كانوا بيتوقعوا الزمالك مع الهابطين، مش الهابطين الاربعه اللي هبطوا يعني، مع التسع ال 14 اللي نفس على الهبوط. والزمالك على الناحيه الثانيه برضه احنا بنتكلم في الزمالك لحد دلوقتي، لان الزمالك عنده كمان ازمه في المديرين الرياضيين بعد رحيل جون ادوارد. جون ادوارد رحل عن نادي الزمالك بكارثه. جون ادوارد رحل عن نادي الزمالك. جون ادوارد عمل للزمالك 11 صفقه وخد للزمالك بطوله وحيده بفضل الله طبعا. وكمان جون ادوارد رفض جزء من مستحقاته وتنازل عن مستحقاته كلها لنادي الزمالك. فالزمالك لا اعلن راح جون ادوارد في التراضي بين الطرفين بين حسين لبيب اما حصلت خلافات مع جون ادوارد وراح جون ادوارد. طب اللعيبه الزمالك هل هتوصل القاهره؟ ان شاء الله هتوصل القاهره خلال يومين او ثلاثه لابتداء فتره الاعداد والعمل كشف طبي. خلاص الزمالك بيحل معهم ود زي ما بنقول. طيب منهما عدي الدباغ وانا الفينا بزيره وكمان الفلسطيني ادم كايد. ادم كايد وعضي الدباغ مواطنه واخوان الفينا بزيره وكمان سيف الدين الجزيري اللي مستمر لحد دلوقتي في مصر او في تونس، بس هيوصل مصر لان سيف الدين الجزيري الزمالك سوى مستحقاته كامله للبقاء في نادي الزمالك ويبقى المهاجم الثاني بعد ناصر منسي الاسطوره. بعد ناصر منسي طبعا النجم الكبير ياتي سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ اولا ثم افضل محترف في مصر على حسب كلام ديرجيست، اخذ جائزه افضل محترف في مصر. والزمالك حصل على الجوائز كلها اللي في ديرجيست. الزمالك كان اولا في ديرجيست ما فيش غير من الاهلي امام عاشور ومصطفى شوبير. من الزمالك افضل نادي وافضل لاعب وافضل محترف وافضل لاعب شاب وافضل مدير فني. كان الزمالك حصل على الجوائز كلها اللي في ديرجيست. احنا مش كلامنا ديرجيست، اتكلمنا عليها في حلقه سابقا. بس الزمالك عنده ازمه في اللعيبه، ازمه. الزمالك هيوضح مش هيوضح، عنده ازمه عنده ازمه جامده في اللعيبه. الزمالك كارثه يعني في الزمالك بسبب اللعيبه. هتوصل القاهره مش هتوصل القاهره، فتره اعداد مش فتره اعداد، الله اعلم بهذا الامر. ان نشوف هنستنى وننتظر لما هيحدث قريبا. اتحاد الكره ورابطه الانديه حدد جرعه الدوري، احنا قلنا 5/8 جرعه الدوري المصري الممتاز. 5/8 جرعه الدوري المصري الممتاز في الهدف في الممر بتاع الهدف. وخلاص رسميا جرعه الدوري. والرابطه والاتحاد الكوره بيحددوا الوقت التنسيق مع بعض على حسب كاس مصر السوبر المصري عشان المواعيد ما تشتبكش من بعضها مع دوري ابطال افريقيا. وحسام حسن رسميا هيجدد لمنتخب مصر 4 سنوات من 2026 27 ل 2029 2030 ليلعب كاس العالم مع الفراعنه في 2030 في المغرب واسبانيا والبرتغال. ان شاء الله لو احيانا ربنا وكان لنا عمر هنشوف منتخب مصر في حاجه ثانيه ويصعد لنصف النهائي والنهائي. ان حسام حسن عمل كاس عالم عظمه على عظمه، والعظمه لله لوحده يعني. عمل كاس عالم ممتاز جدا في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك وكسر الدنيا وصعد دور 16 وكنا قريبين جدا من ربع نهائي لولا ميسي واللي عمله في الاخرين الماعز. خرب الدنيا ميسي وكان خلاص كل ما اخر 10 دقائق بيحط جوان ما عرفش كان ايه يعني. ومن ثم لعب النهائي مع المانيا وخسر. احنا مش موضوعنا كاس العالم برضه، بس احنا موضوعنا حسام حسن. حسام حسن مدرب فني كبير رائع ممتع مخضرم. حسام حسن ورى العالم كله ان المدرب المصري مدرب مصري في قيمته وقامته، والمدرب المصري بينفع في اي حاجه بيسد في اي حاجه. فالزمالك المره دي لازم يحاسب على نفسه، لازم الزمالك مش هيدعم لانه عنده 3 ايقافات قيد، 3 فترات خلاص مش هيدعم صفوفه. ليه مش هيدعم صفوفه؟ 3 فترات. اتحاد طنجة الكسندريا والاوكراني وكمان ياتي من ثم بعد اتحاد طنجة والكسندريا الاوكراني عندك عبد الحميد نعالي يعني وصلاح مصدق كمان. يعني الزمالك عنده ازمات كبير ومن ضمنهم ازمه ايقاف القيد. فالزمالك مش هيدعم صفوفه، ما دعمش في شهر واحد وحصل على بطوله الدوري المصري الممتاز. وكمان رسميا واخر خبر معانا اليوم قرار كاب ما فيش زياده في عدد دوري ابطال افريقيا، ما فيش زياده. وخبر اتحاد الكوره والاتحاد الكوره خبر الانديه اهلي وزد في الكونفدراليه وزمالك وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا وخلاص. وان شاء الله يعني الكاف حدد جرعه الدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه 6/8 في مصر. دور التمهيد الاول ودور التمهيد الثاني دوري ابطال افريقيا التمهيد هيبتدي 4/9 وكمان في شهر 10 دور المجموعات هيبتدي اواخر 11 اوائل 12 ان شاء الله ديسمبر. وحدد باقي المواعيد. خلاص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.